السلام بنات، عاملين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الطويجين ديال الفولاد الحوليه البنات، اللي تيجي واحد الطويجين معلك ملبيه البنات. واهم حاجه من هذا الشيء كامل تيوجد دغيا البنات، تعملوها العشيوه ديالكم او تعملوها الغدا، تيجي اكثر من رائع. طاجين خفيف ظريف، ولكن تيجي المذاق معلك بهذاك الحامض مصير، تيجي ولا اروع. بلا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه البنات خديت هاد جوج الفولات هادو. خديت واحد الموصه البنات وتنقسمهم كما شفتوا تنفلحهم باش غادي نحيد لهم ديك الجلده ديالهم البنات، راهم تيكونوا جوج جلدات. تتخليو عاد ديك الدخلاني ديالو كما تشوفوا، راه ساهله، مجرد تفتحوها هيدا من الفوق حتى لتحت وتتحيدوها البنات بحال شي غشه. شي حاجه تحيدوا بحال كامله، تحيدوا هذيك الجلده كامله البنات. وغادي تقطعوها يعني الحجم قد ما بغيتو نتوما، بغيتوهم طروسه كبار، بغيتوهم صغار، اللي بغيتو نتوما. شفتوا قطعتها في النص وغادي نقطعها طريطفات صغيره البنات صافي، وندوز باش نعملوا لهم التشرميله ديالهم. راهم سهله البنات، ديك الجلده ضروري خصكم تحيدوها لا. ما تقطعوهاش بديك الجلده البنات لان راه ما تجيش مزيانه. صافي كما شفتوا قطعتها على طريطفات صغار بحال الشكل ديال الشوا. وغادي ندوز نوريكم العطريه اللي غادا نعملها. عندي البنات انايا هنا واحد معلقه ديال صغيره ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال السكنجبير مع عمراش، معلقه صغيره ديال الكمون، ونص معلقه ديال الفلفل اسود، واحد المعلقه صغيره عامره ديال التحميره، ونص معلقه ديال التحميره المدخنه، معلقه صغيره ديال الزريعه القزبر، الملحه على حسب الذوق، وشويه ديال الهريسه البنات هاد اللي كبيتها عليها. صافي غادي نضيف ديك العطريه ديالي البنات، وغادي نزيدها الربيع البنات والثومه. الثومه عملت هنايا شويه ديال الحامض مصير اللي مقطعه طريطفات صغار البنات، وواحد 3 ديال الفصوص ديال الثومه اللي عندي مهروسن، والربيع القزبر ومعدنوس. ودائما القزبر غلب على المعدنوس، جوج عريشات المعدنوس والقزبر غلب على معدنوس البنات. غنعمل شويه زيت الزيتون وغادي نخلط هاد التشرميله ديالي البنات مع داك الطريطفات ديال الفولات. انشرمهم مزيان، حيدت غسيل مغرف وخلط بيدي. اليد هي اللي في الحقيقه تبرد، تعرفيها واش دخلت مع هاد التشرميله. صافي غادي نحط على جنب البنات. خديت الطويجين ديالي عملته فوق النار، عملت واحد الخويط ديال زيت الزيتون، لان زيت الزيتون البنات تتواتى معاها. عملت واحد البصيله، بصله كامله مقطعاها مشلضها طريطفات صغار. صافي غادي نشحر ديك البصيله البنات حتى طيح لي، يعني تطيح ديك البصله طيح لي نهائيا، يعني تحمر لي. غطيت عليها الطويجين وخليتها تشحر على خاطرها. صافي مباشره البنات غادي نطيح عليها ديك الفولات اللي مشرمنر ونقليهم. في هذا الوقت البنات هذيك الفولات راه تيطلقوا الماء، يعني ما تخافوش يعني من داك الماء اللي تيطلق. خليو الطويجين يطيب على خاطره، خليوه يتشرب داك الماء كامل، لان فعلا راه تطلق البنات الماء. صافي غطيته وخليتها تقلى على خاطرها. عريت عليه لقيته كما شفتوا راه طلقات داك الماء. نولي نزيدها واحد شويه ديال الطوماطي فريتو البنات، اولا ديروا مطيشه ديال الحك واحد المعلقه اللي متوفر عندكم. انا عملت لها في حقيقه عملت لها شويه ديال الطوماطي فريتو، وليت غطيت على الطاجين وخليته البنات من نقص العافيه، وخليته يتشرب على خاطره حتى وقف لي في الزويته ديالو البنات. كما قلت لكم راه طاجين تيجي ساهل، ولكن المذاق تيجي ولا اروع. ها هو تشرب لي البنات، خليته تتعسل. زدت عليها البنات انا واحد فليفله كما تشوفوا راه هي تمايا فليفله مشويه عندي حمراء وخضراء. قطعتها هكا طروسه طوال وعملتهم فوق منها، وعملت لها شويه د الحامض مصير، درت لها شويه ديال المعدنوس من الفوق البنات. شوفوا كيفاش نوريكم ديك التعليكه ديال الطماطم اللي مع وقفت في الزويته مع ديك الفليفلات اللي عملت فوق منها مع الحامض مصير. واحد الطويجين كما قلت
قلت لكم خفيف الظريف ولكن تيجي اكثر من رائع. المذاق حاضر البنات، لذيذ معلق، واهم حاجه هي اختي هي ساهل، تيوجد فرنش عين. حتى لهنا البنات نتمنى اقتراح اليوم يعجبكم، وغادي نضرب لكم موعد حتى الفيديو قادم. في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسلامه.